مساء الخير على الناس الحلوه اللي زي الفل. ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ انا الاول عايز اقول لكم الفتره اللي فاتت، اليومين اللي فاتوا الثلاثه دول، في حوالي 600 شخص دخلوا معانا التشانل جداد. اهلا بيكم مع مينا سمير في استراليا. في ناس سالتني كتير، قالت لي يا مينا احنا عايزين نعرف عن الدراسه، عايزين نيجي ندرس في استراليا، نقدم ازاي عن استراليا، نيجي ازاي استراليا والكلام ده كله. فانا في الفيديو ده مبدئيا هوريكم حاجتين اتنين. انا من فتره كبيره، من حوالي سنه، كنت عملت فيديو عن لونا بارك يومين. كنا رحنا يوم بالليل ورحنا يوم تاني الصبح. فاليوم بتاع بالليل طلعته وعرضته على التشانل وما جابش فيو، وانا احبطت ووقفت اصلا شغل في التشانل. بما ان الناس الحلوه دي دخلت تاني، هوريكم الفيديو التاني بتاع لونا بارك اللي احنا صورناه وما عرضتهوش. وبعد كده بعد ما نخلص لونا بارك هنقعد نتكلم عن الدراسه. فلو انت مش عايز تشوف جزء لونا بارك وعايز تسمع عن الدراسه على طول، روح على الدقيقه اللي موجوده هنا دي واشتري دماغك من اللي جاي كله. مساء الخير عليكم، معاكم مينا تاني في استراليا. يا رب تكونوا بخير. حلوه الحركه دي. ركننا هنا وهنركب القطر ونروح لونا بارك. يلا بينا. احنا عشان نركب القطر هنا لازم ندفع عن طريق تاب اند جو. لما بتسكان الكارت تحطه هنا انت كده دفعت. هنا الترين فيه نظام جميل جدا، عشان هنا كل حاجه ماشيه بالتوقيت، كل حاجه ماشيه بالتوقيت، مفيش حاجه كده بالحظ. ففي شاشات هنا موجوده هوريها لكم كمان دقيقه. الشاشه دي بتوريك ان القطر اللي جاي ده جاي منين ورايح فين والمحطات اللي هيقف فيها وهيكون هنا بعد كام دقيقه بالظبط. احنا تقريبا وصلنا دلوقتي لمحطة سيركل الكي، وهننزل دلوقتي ناخد مركب عشان نروح بيها لونا بارك. وهنعدي، عشان نعدي لازم نعمل له تاب هنا كده. ذاتس ات. تفتح ويقول لك انت حسابك قد ايه ونعدي. رايحين نجيب اكل الاول قبل ما نروح لونا بارك. من سابواي. انتوا عندكم سابواي في مصر؟ ها؟ ايوه عندكم سابواي في مصر. هنا برضو في سابواي. تطلب العيش من هنا وبعد كده تمشي حاجه حاجه، بتنقي انت عايز تاكل ايه في الساندوتش زي ما هي بتعمله كده. تحط لك تشيكن، توماتو. جزر مش شكله حلو صح ولا احط جزر؟ يس. Salt pepper? Yeah, salt, pepper in both of them too. That's all? That's all, thank you. معاكم اخ حمد في سيدني رايحين لونا بارك، وتفضلوا الناس عايزين تخشوا هي جوه اتفضل علينا. وحارس القبعة داخل علينا، الله اكبر عليكم الصويان. برضو اوبر كارد. هنركب دلوقتي الفيرز اللي هي المركب عندنا زي ما بنسموها بقى، وهنستمتع بقى. الدنيا نهار وبحر وحركات حلوة، حركات حلوة.
احنا كده خلاص وصلنا لونا بارك. تاخدوا لنا بتاع نفهم فيه ايه بعد كده. هو عايز يشوف ان كله فوق ال 130 سم ولا اكيد اللي حصل ده كان احتفال بيا في لونا بارك، انا متاكد. انا في اول لعبه اللي هناك ده هاربر بريدج. يا جماعه احنا هنا في القمه، وراها تقريبا الهاربر بريدج. بصي هنا بجد بجد احساس تحفه، والجو حلو جدا. مش من عوايد استراليا ان يكون جواها حلو كده، بس احنا مبسوطين اخر حاجه. هي الناس كده جدا. انتوا سامعين السويت؟ معرفش ليه بيصوتوا. تعالوا نتكلم كده في موضوع السويت. في ناس بتخاف وناس ما بتختشيش. يا جماعه احنا دلوقتي على في اللعبه بتاعت الحصان دي. اكيد كلكم او معظمكم بيحبوا اللعبه دي. اكيد لعبه جامده جدا. لسه ما جربتهاش، يعني جربتها وانا صغير خالص، بس وانا كبير ما جربتهاش. فاحنا بقى ريدي ان احنا جماعة احنا في لونا بارك. اجلنا اليوم وجينا يوم تاني عشان ناخد اليوم من اوله لحد اخره. بعد كده اكتشفنا ان لونا بارك النهارده بتقفل الساعة 6، ودلوقتي الساعة 6. يا دوبك ما لعبناش غير لعبتين 3 بس بجد استمتعنا، يعني كان يوم حلو. تعالوا بقى نتكلم عن الدراسة ونشوف هنعمل ايه في الدراسة والكلام ده كله. زي ما ناس كتير قوي سألتني مين اتكلم عن الدراسة. طب الاول قبل ما تدرس او قبل ما تفكر في الدراسة لازم تقعد مع نفسك كده تفكر في 7 نقط او 7 خطوات اساسية بتعملها عشان توصل في الاخر انك انت تيجي تدرس هنا في استراليا. ايه هم ال7 خطوات دول؟ الخطوة الاولى هي ان انت تقعد مع نفسك كده وتفكر تشوف انت فعلا عايز تدرس ايه، عايز تيجي استراليا تدرس ايه، تدرس مجالك، تدرس مجال تاني، whatever ايه اللي انت عايز تدرسه. الخطوة التانية هي ان انت تخش تشوف الجامعات اللي موجودة هنا في استراليا اللي بتقدم الكورس بتاعك او بتقدم المادة اللي انت عايز تدرسها، وتشوف ايه هي متطلباتها وبتقبل الفيزا ولا لا. تالت حاجة تحاول تقدم بقى على الجامعة. اول ما بتقدم على الجامعه بتقدم اونلاين طبعا، اي ويب سايت بتاع اي جامعه هتلاقي فيه لينكات وفيه طرق تواصل عن طريقه بتقدر تتواصل. واول ما بتتقبل
بيبتدوا يبعتوا لك حاجه اسمها enrollment letter. ده معناه ان انت يعني خلاص اتقبلت وبقيت واحد من ضمن الجامعه وبقيت طالب وهتبتدي تدرس، وبناء عليه بتاخد ورق الجامعه تروح تقدم بيه على الفيزا بتاعه الدراسه، وخلاص على كده. وهلما جرة تلاقي نفسك في خلال 80 يوم تقريبا الفيزا بتاعتك بتتقبل، وبعدين بتروح مقدم على الفيزا وبتيجي. طيب انا هقول لكم النهارده عن تجربه دكتور مصطفى. ده شخص انا سالته وهو جه هنا استراليا فيزا دراسه، وانا سالته وهو مشكورا جدا قدم لنا معلومات كتير جدا عن الخطوات اللي هو مر بيها. فانا هقول لكم خطوه خطوه من اللي هو مر بيها عشان انتوا تبقوا عارفين ايه اللي بيتم بالظبط تفصيليا عن الفيزا الدراسه، عشان لما تيجي هنا تبقى عارف ايه اللي انت المفروض تعمله، او من قبل ما تيجي هنا تبقى عارف ازاي تقدم على الدراسه وازاي تيجي تدرس هنا في استراليا. هو بيقول لي انا هقول لك اللي انا مريت بيه يعني في بخصوص الدراسه عشان اجي هنا، وهتكلم معاك بالتحديد بالنسبه للدكتوراه. هو بيقول لي ان معظم الجامعات هنا في استراليا عشان تيجي تدرس هنا دكتور لازم في الجامعه دكتور من جوه الجامعه يوافق انك تيجي تدرس. طب وعشان تعمل كده لازم تتواصل مع الدكاتره، تخش على الجامعات اونلاين بيبقى موجود فيهم الدكاتره كلهم، منهم موافق انك انت تيجي تشتغل معاه. ساعتها بتاخد الخطوه اللي بعد كده. تاني حاجه بقى هي الجامعه، تشوف ايه الريكويرمنت بتاع الجامعه، تشوف ايه اللي هي الجامعه طالباه منك. هتلاقيهم طالبين منك شويه ورق، شويه درجات، الدرجات بتاعتك، ترجمه بتاعت الدرجات بتاعتك، انت تقديرك كان قد ايه، الكلام ده كله الجامعه هتطلبه منك. وهيطلبوا منك ايلتس تيست، والدرجات فيها هتبقى ما بين 6 ل 6.5، ده على حسب ما دكتور مصطفى قايل، ويكون مش اقل من 6. وطبعا الانجليزي اللي هم بيطلبوه بيبقى اكاديميك انجلش، يعني مش الانجليزي العامي اللي احنا بنتكلم بيه في الشارع، بيبقى الاكاديميك انجلش زي عندنا في مصر اللغه العربيه الفصحى واللغه العاميه. طيب خلصنا الانجليزي، اتكلمنا عن الانجليزي، جبنا الدرجات في الانجليزي وفي الايلتس والكلام ده كله كويس. هنبتدي نقدم للجامعه حاجه اسمها ترانسكريبت، وبما معناه ان انت جايب درجاتك والدرجات كلها مترجمه ومعاهم السي في بتقدمهم للجامعه بتاعتك. خلصنا دول، بنستنى بقى رد من الجامعه. الجامعه هترجع ترد عليك تقول لك اذا كان الورق اللي انت قدمته ده هو الورق اللي فعلا هم عايزينه وبيكتفوا بكده، ولا عايزين اوراق تانية. وكل ده عن طريق الايميلات واونلاين والكلام ده كله عادي جدا. دكتور مصطفى هنا بيقول لو توافق على المنحه يبقى كده خلاص انت عديت. لو ما توافقش على المنحه وتوافق على التسجيل فقط، ان انت سجلت بس في الجامعه، فانت خلاص سجلت لكن هتدرس على حساب المنحه دي. اللي هو الجامعه بتمنحك ان انت تدرس على حسابهم او بيدوك ديسكاونت وات ايفر الجامعه اللي انت مقدم عليها والكورس، وكل ده بيختلف من واحد للتاني. رقم 5 زي ما دكتور مصطفى بيقول ان انت هتستنى الكونفirmation ليتر او الانرولمنت ليتر، اللي هو خلاص هم سجلوك معاهم في الجامعه وبقيت انت شخص معتمد طالب في الجامعه دي. خلاص هم كده سجلوك، عملت كل المراحل اللي فاتت، اتكلمت مع الدكاتره، اتكلمت مع الجامعه، قلت لهم انا عايز ادرس ايه، جبت لهم كل الورق اللي انت مستنيه، كل الورق اللي انت ترجمته في مصر بدرجاتك بالسي في بتاعك، كنت بتدرس ايه، كل ماده والكلام ده كله. خلاص خلصنا كل الكلام ده كله، هم بقى سجلوك معاهم في الجامعه. فبتبتدي تعمل ايه؟ تاخد التسجيل، تاخد الكونفirmation ليتر اللي هم بعتوه لك، وتروح تقدم بيه على الفيزا. الفيزا بتاعت الدراسه اسمها سب كلاس 500. بتدخل على سب كلاس 500، وانا هحط اللينك تحت في الديسكربشن هتلاقوه. اول حاجه النقطه اللي بعد كده بيقول لازم يكون بعد كده معاك تامين صحي، يعني هيلث انشورنس. لازم انت يكون معاك تامين صحي. لو انت ما عندكش تامين صحي بتتاكد من الجامعه اللي انت مقدم عليها، تسالهم تقول لهم يا جماعه انتوا بتتعاملوا مع اي شركه تامين صحي معينه انا اروح اقدم عليها، لان طبعا الجامعات لما بيتعاملوا مع شركات بياخدوا منهم ديسكاونت جامد للطلاب بتوعهم. طيب خلصنا التامين الصحي وعملنا كل حاجه، بتبدا بقى تعمل الابلكيشن اللي هو بتاع سب كلاس 500 او الفيزا بتاعت الستودنت. ممكن تحط افراد الاسره كلها معاك. في حاجه طبعا في متطلبات الفيزا هتلاقيها موجوده، ان انت لما ان شاء الله الفيزا تطلع لك وخدت الفيزا ان انت تيجي تستدي هنا في استراليا او تدرس هنا في استراليا، لازم تشوف الفيزا دي كويس جدا وتشوف شروطها كويس جدا، لان في بعض شروط الفيزا بيشترط عليك انك بعد ما بتخلص دراسه ما ينفعش تقدم على فيزا تاني، لازم ترجع بلدك. وده مش بالنسبه لكل الفيز، ده بالنسبه لفيز معينه على حسب ما هم هيدوك الفيزا بالكونديشن بتاعها عامل ازاي، الشروط بتاعتها عامله ازاي. بيدوا لك كمان كونديشن انت هتشتغل كام ساعه في الاسبوع، لان انت طالب فبيدوك 20 ساعه في الاسبوع، ممكن يدوك 30 ساعه في الاسبوع على حسب. طيب اخر حاجه بقى هنتكلم عليها، هل الفيزا الدراسه دي لو انا واحد معايا اطفال ومعايا زوجه وكلنا جايين مع بعض، هل العيال بتاعتي او اولادي هيدرسوا هنا في استراليا ببلاش ولا
ولا لا. ده بتبقى على حسب الفيزا اللي انت واخدها وعلى حسب المنحه اللي انت واخدها. في منح وفي جامعات وحسب الولايه اللي انت هتكون فيها. في منح وفي جامعات بيدولك ان اولادك يدرسوا ببلاش، وفي منح وفي جامعات بيدولك ان انت اولادك ياخدوا ديسكاونت، وفي منح وفي جامعات ما بيدولكش حاجه خالص. فكده نبقى خلصنا فيديو الدراسه في استراليا. اتمنى ان يكون الفيديو ده عجبكم، يا رب يكون استفدتوا جامد جدا من الفيديو، واشوفكم الفيديو جاي ان شاء الله. لو عجبك الفيديو ده يا ريت تعمل سبسكرايب وتدوس لايك وتعمل شير وتعمل الحاجات الحلوه دي كلها، ونتقابل ان شاء الله في الفيديو الجديد، والسلام.